مشاهدينا الكرام، عودة من جديد وما زلنا مع حضراتكم نتابع برنامجكم الكاميرا بين الناس. انطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 وسط استعدادات مكثفة ومتابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب. وقد أدى طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث وشعبتيها الأدبية والعلمية في الفترة الأولى الامتحان التربية الدينية بإجمالي 868.896 طالب وطالبة أمام 2032 لجنة انتخابية 2032 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وفي الفترة الثانية أدى 876.384 طالبا وطالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية. وقد اطمأن السيد الوزير على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، كما حرص سيادته على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات. مشاهدي الكرام، فاصل وألقاكم بعد الفاصل. عودة من جديد وما زلنا مع حضراتكم نتابع برنامجكم الكاميرا بين الناس. بناء الإنسان وما يقدم له من خدمات صحية واجتماعية وثقافية وتعليمية كان الهدف الأول للجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق تم اتباع آليات عديدة للوصول لهذا الهدف بناء الإنسان. في حلقتنا اليوم يسعدني ويسعد أسرة البرنامج أن تكون ضيفتي النهاردة دكتورة إيناس فؤاد، أستاذ الإعلام وأمين المرأة بالأهلي. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم وسادة مشاهدين البرنامج كاميرا بين الناس. سعيدة جدا إن أنا معاكم النهاردة، شرفني وسعدني استضافتي في البرنامج. إن شاء الله يكون برنامج مثمر ونوصل بيه لنتيجة لأهالينا ومشاهدي البرنامج إن شاء الله. دكتور، الحقيقة عايزاك تكلمينا عن الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. اولا النهارده بس يعني صغيره كده نبذه ندعي لابنائنا الثانويه العامه ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. واول يوم النهارده امتحانات باذن الله يا رب كده موفقين دايما وكل حد يحقق احلامه. ورساله بس من خلال البرنامج، ما تضغطوش ولادنا في الثانويه العامه، هو امتحان زيه زي اي امتحان. بلاش ندخل في صراعات مع نفسنا عشان يكون دكتور او مهندس. احنا لو ما فيش مهن تانية اخرى موجوده هنعيش ازاي؟ فبلاش نضغط ولادنا في الثانويه العامه. يا ريت يكون البرنامج هنا منبر نوصل بيه الرساله دي لاهالينا عشان يخفوا الضغط عن ولادهم. صحيح. الحمايه الاجتماعيه هي الاساس، هي اساس المعيشه، اساس الصحه، اساس كل حياتنا. والتمكين الاقتصادي هو البيئه الامنه المستدامه للدوله المصريه. صحيح. الرئيس من بدايه توليه الحكم وهو بيشتغل على التمكين الاقتصادي، لان هو ده اللي هيوصلنا ووصل الدولة المصرية لأأمن مكان. والبيئة المستدامة هنوصل بيها البيئة المستدامة، لكن الحماية الاجتماعية ده أساس كل حياتنا. الحقيقة يمكن لو اتكلمنا عن برنامج التكافل وكرامة، ساعد على حماية الفئات الأولى بالرعاية ووضع شروط لاستمرار الدعم المقدم لهم. كلميني عن جهود الدولة في هذا الملف.
الملف ده من اهم واكبر ملفات اللي كان بدايه من مبادره الرئيس، بدايه من تكافل وكرامه واستعداد الدوله ان هي توفر بيئه امنه للشعب المصري من خلال البيئه، مش بس البنيه التحتيه، لا بناء الانسان، لان اعتماد الدوله اعتماد كلي وجزئي على بناء الانسان. لان احنا لو بنينا البنيه التحتيه والانسان ما عندوش توعيه وتثقيف في ازاي يستخدم، ازاي يشتغل، ازاي يعول، ازاي ينتج، فخلاص يبقى احنا كده ما بنبنيش حاجه. اهم حاجه بناء الانسان، وده طبعا المبادره برضو بتاعت الرئيس بناء الانسان، بدايه جديده وبناء الانسان. فبدات الفكره من ان احنا نعمل برامج توعيه، برامج تثقيف من خلال الصندوق الاجتماعي، من خلال المحافظات ودواوين المحافظات، من خلال وزاره التضامن، الشباب والرياضه، تكاتف الجهود الدولة كلها كاملة في بناء الإنسان. لأن هو دلوقتي الرئيس قال إن يعني أو وجه كل الوزارات وحتى المجتمع المدني إن إحنا لما نبني الإنسان ونعوده إن هو يصرف على نفسه أو إنه يكون عنده مشروع يدير له دخل، فكده إحنا على الخطوة أو بداية السلم الصحيح عشان نوصل بيه للنهاية المستدامة. دكتور، الحقيقة لما بنتكلم عن إلى أي مدى يتم تحقيق الهدف من هذه المنظومة تكافل وكرامة؟ لا احنا حققنا فيها، او الدوله المصريه حققت فيها جزء كبير جدا اولا، وكانوا ماشيين بالتوازي مع بعض في البنيه التحتيه وبناء الانسان. بناء الانسان زي ما قلت لحضرتك من شويه، الصندوق الاجتماعي بدا يعمل مشاريع للفتيات وللشباب وللمراه المعيله، مشاريع بفايده اقل وبرضو البنوك ماشيه بالتوازي مع الصندوق ومع المحافظه. زي ما قلت لحضرتك برضو في برنامج في المحافظه او في اداره كامله لتشغيل الشباب وبناء قدراتهم عن طريق التوعيه والتثقيف، ثم توفير قروض، في قروض دوره، في قروض بفايده اقل، في قروض بفايده زيرو فايده، عشان يقدروا يعملوا مشروع بدل ما هم يبقوا يعني اعتماديين. لا دلوقتي احنا بقينا مجتمع الى حد ما مجتمع منتج. عشان اقدر ما هو ده بناء الانسان، لما اقدر اخلي الانسان ما يبقاش متواكل على حد او متواكل على الدوله، يبدا يعتمد على مشروعه فهينتج فيه، ولما يكون مشروع خاص بيه بتاعه هو هيبدا ينتج بشكل اكبر وشكل اللي عايز ينتج، عايز يربح، عايز يبقى معاه فلوس، عايز يقدر يصرف على عيلته، سواء سيده او شباب او فتيات او شباب ولاد. صحيح. دكتور، يمكن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر بيساهم أيضا في برنامج الحماية الاجتماعية. كلميني عن دور هذا الجهاز. بيعمل دورات تنموية، دورات توعية تثقيفية، بيجيب الشاب أو الفتاة، بيعمل لهم إعادة هيكلة. أنت عايز مشروع إيه؟ بيبدأ يناقشوا في المشروع اللي هو عاوزه، بيبدأ يوصل بيه للمشروع. يعني ممكن يكون الشاب أو الفتاة عندهم مشروع في دماغهم لكن ما يقدروش ينفذوه، او لقله ذات اليد، لقله ذات التثقيف في الموضوع نفسه ومش عارفين عنه حاجه، فبيبداوا يعيدوا اعاده تدوير للفكره بتاعتهم لحد ما يوصلوا لفعلا الفكره بينفذوها معاهم وبيدوا لهم التمويل الكافي، وبيفضلوا معاهم لحد ما المشروع حتى يبدا ينتج. ولو هم محتاجين تسويق للمشاريع دي او المنتجات بتاعتهم برضه بيشتغلوا معاهم بعد الانتاج. دكتور، إلى أي مدى الحقيقة يمكن الناس بتقبل أو يعني الناس اللي هم يعني محتاجين أو الفئات الأكثر احتياجا إقبالها على هذا الجهاز وهذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر؟ لا، هو الصندوق بالفعل كان بيعاني فترة من يعني هقول يعني مش قادر يوصل للفئات دي، لان الفئات دي اصلا ما فيش توعيه، يعني مش عارفين، ما هم مش عارفين حاجه عن المشاريع او مش عارفين حاجه عن الصندوق. لكن دلوقتي لا، بالفعل بعد الدورات الكتير قوي او الافكار اللي هم عملوا نقله نوعيه فعلا في ثقافه المجتمع. عملوا نقله نوعيه في ثقافه المجتمع وبداوا بالفعل نزلوا الجامعات، نزلوا المدارس، نزلوا الشارع، عملوا دورات مع المحافظة، مع التضامن، مع الشباب والرياضة، عشان بس يقدروا يقولوا للشعب أو للناس اللي محتاجة المشاريع إحنا موجودين. فبالتالي فعلا طيب مشاهدينا الكرام، الحقيقة نتوقف عن إذاعة خارجية لرئيس الوزراء. نشوف مع بعض مشاهدينا
من جديد وما زلنا مع حضراتكم نتابع برنامجكم الكاميرا بين الناس. شفنا مع بعض السيد رئيس الوزراء وهو بيشهد توقيع عقد شراكة بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير المشروعات العمرانية. الحقيقة بنشكر والحقيقة دايما بنشعر بالفخر للسيد الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية في كافة المجالات سواء العمرانية أو الصناعية أو التجارية. شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا سيادة الرئيس رئيس الوزراء، شكرا جميعا على النهوض بالدولة المصرية. الحقيقة بنرجع لحلقتنا النهاردة وضيفتنا دكتورة إيناس فؤاد أستاذ الإعلام وأمين المرأة بالدقهلية. دكتور، الحقيقة لما بنتكلم عن المبادرات الرئاسية لحياة كريمة ساهمت في تطوير الحياة الكريمة لكثير من القرى المصرية، عايزة حضرتك تكلمينا عن هذه الموضوعات. طبعا المبادرة كانت مبادرة هنقول اسم على مسمى، مبادرة قيمة. بنشكر السيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة دي، لأنه هو فعلا كان بينهض بالإنسان والبنية التحتية. صحيح. وكانت ماشية المبادرة بالتوازي مع بعض. طبعا في مجال الصحة ومجال التعليم أكتر حاجة كان معتمد عليها، لأن طبعا مش هينفع ننمو ونرتقي بالمجتمع بدون صحة. يعني الإنسان مش هيقدر ينتج ولا يشتغل ولا يكون إنسان منتج في مجتمعه إلا إذا كانت صحته كويسة، وبالتالي إذا كان متعلم أو مثقف. كمان المبادرة أسهمت في بناء البنية التحتية سواء الوحدات الصحية، المدارس، يعني التعليم والصحة، في الشوارع، في سواء في هنقول في البنية التحتية بالنسبة مش المشاريع بس، لا المنازل والبيوت والقرى. المرحلة الأولى من حياة كريمة يعني في قرى كتير جدا حصلت على البنية التحتية وأساس البنية التحتية وبرضه بناء الإنسان. يعني نتمنى من الله أن المبادرة تستكمل مراحلها الأخرى والهدف منها طبعا والهدف منها. الحقيقة الرعاية الصحية جزء مكمل لبرنامج البرامج الحماية الاجتماعية. كلميني عن الرعاية الصحية. هنقول هو جزء أساسي زي ما قلنا من شوية، ان هو جزء أساسي، لأن طبعا إنسان منتج، إنسان عامل في مجتمعه، إنسان قوي البنية، لازم يكون صحته في المقام الأول قبل أي شيء، حتى قبل التعليم. لأن طبعا إنسان هزيل أو مريض أو تعبان مش هيقدر ينتج، مش هيقدر يخرج من بيته أساسا، مش هيقدر يعمل أي حاجة. فبالتالي الاعتماد الكلي والجزء في المبادرة كان أساسها الصحة والتعليم. فطبعا الإسهام كان من خلال مبادرات الفيروس سي، كلنا واحد، بناء الإنسان، بداية جديدة وبناء الإنسان. كانت مبادرات كتيرة جدا كلها بتنصب في خدمة الإنسان وبناء الإنسان. صحيح. الاهتمام بالشباب، يمكن الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة حريص دايما على الشباب وتمكينهم اقتصادي ليكونوا طاقة منتجة للمجتمع في المناطق الأكثر كمان احتياجا. كيف ساهمت واهتمت الدولة بهذا المجال؟ ده حقيقي، لأن طبعا الشباب هنقول إن هم عمود الدولة، هم أساس الدولة، هم الدولة المصرية هتتبني على الشباب، هم الأساس. فلو احنا بنيناهم صح أو شفنا ايه احتياجاتهم، شفنا ايه الالتزامات اللي على الدولة ليهم، فبالتالي برضو هرجع اقول لحضرتك ان تكاتف جهود الدولة مع المؤسسات الحكومية او المؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ده كان اساس بناء الانسان. طبعا الصندوق الاجتماعي كان له دور كبير جدا، المحافظة، وزارات التضامن والشباب والرياضة كان ليهم السبق الاكبر في ان هم يدوروا على اطراف المحافظات او اطراف القرى، النجوع، الكفور، للشباب اللي ما بيقدرش يوصل للمدينه عشان يقدر يقول انا عايز كذا ومش عايز كذا، فهم وصلوا له في الاماكن بتاعته. طبعا عن طريق الابحاث، سواء ابحاث اجتماعيه في الشؤون او ابحاث الشباب والرياضه عن طريق المبادرات اللي اطلقتها، كل ده علشان يشوفوا الشباب ايه محتاجه، انت محتاج ايه. اولا عشان يقلل الهجره الداخليه، ثم الهجرة الخارجية اللي هي الهجرة غير الشرعية. فلا أسهمت بدور كبير جدا
بس اتمنى ان احنا كمان نسهم مع الدوله، يعني احنا نساعد الدوله في ده. الدوله الوحيده مش هتقدر تعمل حاجه. لازم يكون ضمير الانسان هو الحكم الاصيل عنده في ان هو يتعامل مع الحالات دي او يتعامل مع الناس دي. فكل جمعيه خيريه موجوده في بلد بتبدا تعمل سيرش عندها للحالات الاكثر احتياجا، مش بس اكثر احتياجا كفقر او كفلوس. انا لو اديته فلوس دلوقتي مش هقدر اديله بعد كده. طب لو اديته هو بقى متواكل عليا هيعمل ايه بعد كده؟ فالدوله حاولت تحل المشكله العويصه دي بان هي تعمل مشاريع، سواء مشاريع تابعه لوزاره التضامن او مبادرات سواء تابعه للصندوق الاجتماعي او الدواوين عام المحافظات. فالمشاريع دي فعلا اسهمت في يعني هنقول في نقله نوعيه للاتكاليه. يعني بدأنا ما بقيناش شعب متواكل على قدر الإمكان قد ما احنا دلوقتي بنحاول ننهض مع الدولة ان احنا نبقى شعب منتج. صحيح. الحقيقة المرأة هي نصف المجتمع، بل المجتمع بأسره. يمكن لو اتكلمنا عن المرأة، هي الأم، هي الزوجة، هي الابنة، هي الأخت. الحقيقة يعني يمكن لو اتكلمنا عن كمان الأم الشاعر بيقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. انطلاقا من هذه الكلمات، الحقيقة يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة عمل يمكن عيد للمرأة، ويمكن المرأة في عهده أخذت وضعها، ودي حقيقة بنشكر سيادته عليها. كلميني عن تمكين المرأة والفتاة المصرية وجهود الدولة في هذا الملف. نقول عاصمة مصر. طبعا الرئيس أطلق علينا عاصمة مصر، وبالفعل يعني كان جدير بالاسم ده. احنا فعلا الأم المصرية أو السيدة المصرية من أكتر السيدات على وجه الأرض اللي بتتحمل. يعني ربنا سبحانه وتعالى في المقام الأول هو خلى الأنثى أو السيدة أو البنت عندها قدرات معينة من نوع مختلف يعني عن الراجل، لأن هي طبعا بتتجوز وتبقى حامل وبتولد وبتأكل وتشرب وتدرس كمان للولاد بالإضافة وتشتغل حاجات كتير. فربنا سبحانه وتعالى ادانا القدرة والكفاءة ان احنا نقدر ننتج اكتر من حاجة في وقت واحد. صحيح. فبالتالي الرئيس لما اعتمد علينا في بداية عهد ما مسك الرئاسة اختار صح وادانا الباور واطلق العنان للسيدة المصرية بعد كبت سنين طويلة جدا انها تاخد وضعها في المجتمع، وان هو فعلا لما اعتمد عليها فعلا أدت واجبها وأكتر بكتير جدا، ولسه وما زالت وستظل إن شاء الله. فأنا بقول إن السيدة زي ما قلت حضرتك إن هي كل المجتمع، لأن هي نصف المجتمع ومسؤولة عن النصف الآخر. ففعلا لو ادانا لها الأوردر إن أنت مسؤولة والمسؤولية دي مطلقة، هتلاقي النتاج او مش هتلاقي، ما انت حضرتك لقيتي. شوفي كم وزيره وكم سفيره ويعني وكم محافظه مسكت محافظات، وجديره فعلا بالمناصب اللي مسكتها. بلس كمان ان هي بتربي، بتكبر وتعلم وتأسس وفعلا ولادها طالعين في مراحل تعليميه متفوقه. فبالتالي انا لا اخسف باعمال الرجل، بالعكس. لا، هي منظومه نقول هي شراكه بالزبط. ما بين الرجل والمراه بالزبط. والحقيقه يمكن المراه كتفا بكتف بجانب الرجل. خليني يعني اقول لحضرتك ايه رايك، بدعوكي ان احنا نشوف مع بعض تقرير مسجل عن جهود الدوله في الحمايه الاجتماعيه وتكافل وكرامه لبناء الانسان. مشاهدينا بدعوكم لمشاهده هذا التقرير، ونرجع تاني على استوديو 7 على الهواء مباشره لنستكمل مع حضراتكم برنامجكم الكاميرا بين الناس.
نتابع مع حضراتكم برنامجكم الكاميرا بين الناس. الحقيقة زي ما قلنا المرأة والرجل دائما وأبدا شراكة في المجتمع، كتفا إلى كتف للنهوض بالمجتمع المصري بأكمله. الحقيقة كنا بنتكلم عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر. إلى أي مدى يعني إقبال يعني نقول إيه بقى الأولى بالرعاية لهذه المشروعات؟ تمام. اسمحي لي بس جزئية صغيرة خالص في موضوع الشراكة. يعني يمكن من المنبر العظيم ده انا احب اقول للست المصريه والعظيمات، لما الرئيس اطلق العنان واداكم الاوردر ان انتوا تنطلقوا، اتمنى ان تحطوا امام اعينكم او نظركم في المقام الاول الاسره المصريه، اسرتك الصغيره. مهما تنجحي، مهما توصلي، مهما تكبري، مهما تتقلدي كل المناصب ونجاحاتك بتوصل لاقصى طموحها، بدون الأسرة بتاعتك لا تغفل رعايتها لأسرتها. والحقيقة هي بالزبط. أي ست ناجحة الحقيقة هي نجاحها الأول بيبقى من أسرتها الصغيرة والأسرة، وبعد كده تنطلق على الأسرة الكبيرة بالزبط. الحقيقة كل يعني الناجحات من المصريات سواء وزيرات، محافظات، عالمات، الحقيقة كلهم ينجحوا في بناء الأسرة الصغيرة الأول وبعد كده بينطلقوا للأسرة الكبيرة. بحييكي وكلمينا بقى في هذا الصدد. زي ما قلنا من شويه ان الصندوق كان فعلا بيلاقي عقبات كتيره جدا ان هو يوصل للاسر الاكثر احتياجا او الشباب والشابات اللي محتاجين مشاريع. فعانى الامرين في بدايه شغلهم من سنين اوصل للناس دي ازاي. فبدا يعتمد اعتماد كبير جدا على المجتمع المدني، يتعامل مع الجمعيات يقول لهم عايز اعمل ندوه عندكم، يتعامل مع دواوين المحافظات يقول عايز اعمل ندوه، ينزل القرى والنجوع ويعمل ندوات عن طريق برضو المجتمع المدني واخرين عشان يقدر يوصل الخدمه او يعرفهم انا مين وبعمل ايه. لكن دلوقتي لا، فعلا في اقبال كبير جدا وفي مشاريع كتيره جدا، وعندهم كمان من التسهيلات اللي هم يقدروا يعملوا لك دراسه الجدوى مجانا للشاب او الفتاه، لان طبعا الدراسه دي مبلغ وقدره. فمن ضمن الخدمات اللي بيأدوها مش بس قروض، لا ده توعيه وتثقيف ودراسات جدوى وافكار واعاده هيكله لافكارك. يعني زي ما قلت لحضرتك ان الفكره بتبقى موجوده، فانا بروح بفكرتي اعرضها على المسؤولين، بيقعدوا معاكي مره واثنين وعشرة لحد ما توصلي، ممكن تخرجي بفكره تانية خالص ومشروع تاني خالص وتنفذي حاجه تانية انت مش. لكن لا، فعلا بيؤدي خدمات كتيره جدا وبيؤدي تسهيلات كتيره جدا لانه يوصل صاحب الفكره او صاحب المشروع زي ما نقول بقى البر الامان. صحيح. الحقيقه لما بنتكلم عن كيف يتقدم المواطن البسيط والاولى بالرعايه للحصول على احد برامج تكافل وكرامه، الشروط والاوراق المطلوبه. هو تكافل الكرامه ليها شروط، يعني تقريبا مشاريع يعني كبار سن او معاقين او فالاوراق المطلوبه هم بيروح للشؤون. طيب اداره الشؤون. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره ايناس فؤاد، استاذ الاعلام وامين المراه بالدقهليه. سعيده بوجود حضرتك معايا. مشاهدينا الكرام، دمتم في امان الله والى اللقاء.